ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبألف خير. انا عارفه ان انا الفتره اللي فاتت مقصره معاكم خالص في الفيديوهات، بس عايزه اقول لكم ان الصحه يا دوبك وكمان النفسيه اصلا بعافيه. بس ان شاء الله راجعه لكم تاني بعد العيد بشويه مواضيع كتير كده من اللي احنا بنحبها ومتعودين نتكلم فيها باذن الله. بس فيديو النهارده خاص برمضان شويه، بما اننا يعني داخلين على رمضان، وانتوا عارفين ان انا قبل رمضان بعمل لكم زينه رمضان وكده. وطبعا في وسط غلاء الاسعار والدنيا دي، فاسعار الحاجه كلها بقت في السما دلوقتي، فانا قلت اعمل لكم فانوس رمضان يبقى فانوس كبير وفي نفس الوقت اقتصادي مش مكلف خالص. كل اللي عليكم ان انتوا بس هتمشوا على الخطوات اللي انا عملتها وتطبقوا ورايا، وهيبقى عندكم فانوس حلو زي ده. المهم يلا بينا نشوف الطريقه بتاعته عامله ازاي. كل اللي احنا هنحتاجه في الفيديو ده هيبقى كام كرتونه كده، مع مقص وقطر وقلم ومسطره وكمان القماش. الاول هنجيب الكرتونه من الجنب كده، المكان اللي هي ملزوق منه، وهنفتحه عشان نستخدم الكرتونه كلها من غير ما نهدر منها اي حاجه. وهبدأ اعمل القطع بتاعه الفانوس. اول قطعه هاخد خط كده 30 سنتي، وهقسمه من النص من عند ال15، وهطلع ارتفاع 36، وهاخد من فوق خط 20 سنتي، 10 يمين و10 شمال. وهاخد القطعة الاولى اللي انا عملتها وهعمل منها 3 قطع تانيين علشان الفانوس 4 قطع. وهنا علشان الكرتونة اللي معايا صغيرة لزقت 2 في بعض، علشان النص اللي انا هعمله فيها هيبقى كبير. هحدد الاول الارتفاع اللي انا هشتغل عليه اللي هو 36. بعدين هاخد خط كده 40 سنتي، وبعدين هقسمه من النص عند ال20، ومن تحت برضو هاخد 20 سنتي، 10 يمين و10 شمال، وبعدين هبدأ اوصلهم ببعض. ونفس اللي عملته في القطعة اللي فاتت هعمله في القطعة دي. هاخد القطعة هعمل منها 3 قطع تانيين. واخر قطعة كده في الفانوس هاخد 40 سنتي، وهقسمه من النص عند ال20، وهطلع من فوق هاخد 8 سنتي، 4 سنتي يمين و4 سنتي شمال. بعدين هوصلهم ببعض وابدأ اقص برضو. وهاخد القطعة دي وهعمل منها كذا قطعة. والقطعة اللي انا عملتها دي كان ناقصها سنتي ونص او سنتي، فلزقت فيها حتة كرتونة كده، وبعد ما نشفت سويتها كده وكده بقى المقاس مظبوط. وهعمل نفس الكلام اللي عملته قبل كده، هعمل منها برضو 4 قطع. بعد كده بقى هجيب القطع اللي انا لزقتها دي، لو هي طرية زي كده هجيب مسدس الشمع وهاجي عند الحتت اللي هي بتتنى منها زي كده، وهعمل لها خطوط كده كأنها دعامات عشان ما تتحركش معايا بعد كده وانا بلزق الفانوس في بعضه. ودي كده كل قطع الفانوس معايا. دي كده القطعة اللي هتبقى في النص، ودي القطعة اللي هتبقى تحت، ودي القطعة اللي هتبقى فوق. ودلوقتي هاخد قطعة واحدة من كل دول وهبدأ اثبتهم مع بعض. هحط الجزء الكبير في النص وارتب عليه القطعتين التانيين، وهبدأ ألزق كل قطعتين مع بعض. بس هنلزق من هنا من جنب واحد بس، مش هنلزق الوشين. ودلوقتي دور القماش، هحط الفانوس على القماش وهبدأ اقص. هسيب كده حوالي سنتي او سنتي ونص مساحة علشان اعرف ألزق منها الفانوس، ونفس الكلام ده هعمله في كل القطع بتاعة الفانوس. ودي كده النتيجة النهائية. هنيجي بقى للجزء بتاع اللزق. لازم هتنيها لبره علشان اعرف الزق كل قطعتين في بعض، وهتحتاجي حد يساعدك لان التحكم مش هيبقى احسن حاجة. واحنا بنلزق كده هنفضل ماسكين شوية عشان يثبتوا في بعض والفانوس ياخد الشكل ده. وبالنسبة للجزء اللي فوق، لما نيجي نلزقه هنقلب الفانوس لتحت ونلزق من جوه علشان مش هتعرفي تلزقي وهو لفوق. واخر حاجة هعملها للفانوس، هعمل مربع 8 في 8 علشان اقفل الفانوس من فوق. وبالطبق ده هعمل الهلال علشان الزقه في المربع ده، والفانوس من فوق يبقى شكله حلو. وبالنسبة للهلال الاحسن طبعا ان انتوا تعملوه مضلع كده زي الفانوس، حتى عشان الشكل يبقى احسن.
بس انا كالعاده طبعا يعني المسدس باظ مني وانا بشتغل، فعملته اي حاجه كده وتصرفت طبعا يعني زي الفيديوهات اللي فاتت برضه. وهقص قطعه كمان علشان اللزق يبقى من جوه ومن بره يبقى شكله نضيف خالص ما فيهوش اي حاجه. ونفس الكلام برضو هعمله في المربع، هقص كده من الزوايا عشان اعرف اتنيها كويس ويبقى شكلها مظبوط. وكده انا لزقتهم في بعض، ده كده شكلهم الاخير. هروح بقى الزقهم في الفانوس.